واش كتعرف باللي ديك النصيحه اللي كيحسب لك زوينه تقدر تكون كتهدم حياه بنادم بلا ما تحس؟ اليوم غنهضروا على الفرق بين الناصح وبين المصلح اللي كيبغي يفصل الناس على قياسه. اولا، فخ النصيحه المسمومه. الكتاب كيعاود على شي حد كيقدم نصيحه ولكن بطريقه كتهدم ماشي كتبين. كاين اللي كيجي عندك ويقول لك انا خايف عليك ولا هادشي اللي كدير راه غلط، ولكن الهدف ديالو ماشي هو المصلحه ديالك، بل هو يحسك بالذنب ويخرب لك الثقه اللي عندك. هذه نصيحه خارجه من الانانيه ماشي من الثانيه. كيفاش كتقتل الابداع عند الاخر؟ كاين مثال كيهضر على شي حد دار مجهود مثلا رسم او خدمه او فكره وجا واحد اخر وحبس ليه الدم في العروق بكلمه واحده. الكتاب كيركز على ان رد الفعل القاسي على المحاولات الاولى ديال الناس كتخليهم يتكمش. النقد الهدام كيكون بسبب جهل الناقد بالظروف ديال الشخص اللي قدامه. ثالثا، علاش كنبغيو نصلحوا الناس بزز؟ هذه نقطه عميقه كتهضر على فكره اننا كنحاولوا نفصلوا الناس على ذوقنا. الا شي حد ما دارش داكشي اللي بغينا حنا كنعتبروه باللي غلط. الكتاب كيعلمنا نحترموا الاختلاف ونفهموا باللي كل واحد عنده طريقه ديالو وماشي خدمتنا حنا هي نكونوا بوليس ديال الاخلاق ولا الناس. رابعا، هاد الصفحات كتعطي امثله ديال الناس ضاعت لهم العلاقات حيت واحد فيهم ديما كان كيلعب دور الاستاذ اللي كينقد الاخر. الكتاب كيركز على ان القبول هو دواء. باش تعيش هاني خاصك تقبل بلي بنادم ماشي مثالي وبلي الغلط جزء من الرحله ماشي نهايه العالم. اسئله الختام: واش عمرك فكرتي بلي هذيك النصيحه اللي عطيتي لشي حد كانت هي السبب باش حبس وما بقاش كمل في داكشي اللي كيبغي؟ لاقي داك صاحبك الناقي اللي كيسحب الراس وقاري النوايا وقول ليه الله يهديك عليه.